اهلا بيكم. معاكم عمر شعبان في فيديو جديد. طالما انت دوست على الفيديو ده يبقى انت اكيد عايز تعمل فلوس ومش عارف تبدأ ازاي. بص، سنة 2025 هي سنة مختلفة تماما. في ناس بتخسر كل حاجة وفي ناس بتكسب ارقام انت عمرك ما تتخيلها. السر مش انك تشتغل اكتر، السر في انك تشتغل اذكى. في الفيديو ده هقولك على سر الفلوس وليه ناس عادية جدا قدرت تحقق ثروات كبيرة، وازاي تقدر تبدأ دلوقتي قبل فوات الاوان. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس عايزك قبل ما تبدأ تتفرج على الفيديو لحد الاخر، لان والله العظيم انا هقولك فعلا على الحاجات اللي انت لو عملتها هي فعلا هتغير من حياتك. وطبعا ما تنساش اللايك والاشتراك وتعمل كومنت لو محتاج تستفسر عن اي حاجة، هرد عليك في التعليقات. يلا بينا نبدأ. زمان كنا بنقول ان الشغل التقليدي هو الامان، بس الحقيقة ان الوظائف دلوقتي بقت اقل، بس الاسعار بقت بتغلى ومبقاش في تكافؤ بين دخل الفرد والفلوس اللي انت المفروض تدفعها. في المقابل ان الانترنت بقى عبارة عن منجم ذهب، بس اللي يعرف يستغله صح. نصيحتي الاولى والاخيرة ليك، هو كده كده انت لازم تبدأ صناعة محتوى، لان الموضوع دلوقتي مبقاش رفاهية، هو بقى ملزم عليك في انك لازم تزود دخلك تقدر تعيش كويس وتمنع نفسك من الفقر. تعالوا بقى نتكلم على 3 اسرار هيخلوك تعمل فلوس مش طبيعية. اول حاجة انك تختار مجال صح عليه اقبال من ناس كتير، واهم حاجة يكون ليه مستقبل. تاني حاجة هو انك تستخدم الذكاء الاصطناعي، لان حرفيا دلوقتي الذكاء الاصطناعي بقى بيخش في كل المجالات. تالت حاجة ابني مصدر دخل ليك، حتى لو انت نايم او انت مش شغال فهو بيدخلك فلوس، والمجال ده اسمه افيليت ماركت. هحكي لكم كده قصة سريعة. في شخص هنا على يوتيوب كان حاطط اداة افيليت في الفيديو بتاعه، وما كانش عامل حسابه ان الفيديو ده هيدخله فلوس. فما شاء الله في ناس كتير قوي دخلت اشتركت عنده في الاداة دي، ويعتبر الفيديو ده هو دخله اكتر من 10 مليون جنيه. فانت مستوعب الرقم؟ 10 مليون جنيه في فيديو واحد. طبعا مش بحسده وربنا يزيده، بس هو كسب الرقم ده مش علشان هو عبقري، هو علشان بس فهم اللعبة صح. فانتم كمان تقدروا تعملوا ملايين. مش هنقول ان لازم تكسب الارقام دي كلها، بس على الاقل لو هو عمل ملايين انت ممكن تعمل الوفات وتأمن حياتك. فايا كان الرقم اللي هو داخلك ده هو مرضي جدا بالنسبه لك. قول لي بقى انت وظيفه ايه دي اللي هتخليك تعمل 10 مليون جنيه؟ يعتبر هو عمل الفلوس دي في 5 سنين صناعه محتوى. قول لي انت بقى لو اشتغلت عمرك كله في وظيفه ثابته عمرك ما هتجمع ال 10 مليون جنيه دول. مفيش اكتر من الناس اللي سابت هندسه وطب واتجهوا في صناعة المحتوى. أكيد الناس دي مش عبيطة، يعني الناس دي فعلا عارفة هي بتعمل ايه، لأنهم عارفين إن صناعة المحتوى هتكسبهم ضعف أرقام الفلوس اللي كانوا هيكسبوها من الوظيفة الثابتة. فالناس بقى اللي هي في كلية تجارة أو آداب أو حقوق، للعلم أنا في كلية تجارة وفي سنة رابعة كلية، فأنا قررت إن أنا مشتغلش بالشهادة بتاعتي وإن أنا أبدأ صناعة محتوى. تاني حاجة عندي دخل ثابت في الشغلانة ثابتة، بشتغل في الدعاية، فأنا أعتبر خليت مصدر دخلي 3 مصادر دخل، لأن أنا دلوقتي بعمل محتوى وعامل كورس بيتكلم عن شرح اليوتيوب اوتوميشن من الصفر خطوه بخطوه. فانا كده عندي شغل الثابت وعندي صناعه المحتوى وعندي الكورس اللي انا بقدمه. فانا شايف ان ده هدفي، وانت كمان لازم تعمل كده، لان دلوقتي انت لو اعتمدت على وظيفه ثابته بس فهي فعلا هي مش تقدر ان هي تخليك تعمل كل اللي نفسك فيه. لان انت واحد مثلا عنده 22 ولا 23 سنه هو داخل على جواز وعايز يجيب بيت وعايز يجيب عربيه، فقول لي ايه بقى انت الوظيفه اللي هتخليك تعمل كل ده؟ حرفيا الوظيفة احنا بنشتغلها اخر الشهر بتبقى الفلوس خلاص خلصت. فانت ازاي بقى هتجمع الملايين دي كلها الا لو فعلا غيرت من طريقة تفكيرك وبدأت فعلا في انك تبدأ صناعة محتوى، او عموما تحاول تكسب من الانترنت بأي طريقة. هقول لك برضو على شوية مجالات تانية. اليوتيوب اوتوميشن هو انك بتعمل قناة يوتيوب زي دي بس من غير ما تظهر بوشك بالذكاء الاصطناعي. تاني حاجة ممكن تكسب من برنامج ويب، وممكن تكسب عن طريق اليو جي سي، وممكن تكسب عن طريق الافيليت ماركتينج، او تبيع كورس رقمي او تبيع خدمة رقمية زي التصميم زي المونتاج. فانت حرفيا لازم تتعلم المهارات دي، وصدقني ان انت لو عملتش كده فهترجع تندم وهتقول يا ريتني كنت عملت كده. فانا جاي اقول لك اهو، اعمل كده دلوقتي وابدأ وما تخافش. انا بادئ من الصفر حرفيا، يعني مفيش حد اصلا شجعني ولا اي حاجة. أنا مرة واحدة قلت هبدأ صناعة محتوى، جبت التليفون وجبت الإضاءة وجبت المايك وبدأت. صدقني مفيش حد هينصحك أكتر من شخص هو فعلا في عمرك وواجه نفس التحديات والمشاكل اللي بتواجهك دلوقتي. فعايزك تتابعني وعايزك تشترك في القناة، هنزل فعلا شرح لكل مجال من المجالات دي. كل اللي أنا طالبه منك هو إنك تدعمني بلايك واشتراك وتعمل كومنت، وفعلا هرد عليك شخصيا. وكده وصلنا لآخر الفيديو، بحبكم جدا، سلام.